يلا تعالوا معايا نعمل مع بعض البيض. طبق البيض اللي انتوا شايفينه ده طبق بيض جميل جدا ورهيب ورائع، كله فيتامينات وكله مكونات طبيعية ورائعة ولذيذة. يلا بينا نعمله مع بعض. المكونات عندي جبنة، اي نوع جبنة عندك بتستخدميه للدايت، وعندي الاربع حبوب، حب الرشاد وبذرة الكنوة وبذرة الكتان والسمسم، جميلة جدا ورائعة. كده انا كسرت بيضتين، نبدأ بقى نجيب بولة ونكسر فيها الثلاث بيضات، وتحطي عليهم معلقتين الجبنة، وتحطي عليهم اربع حبوب حاطه معاهم نص معلقه ملح وربع معلقه فلفل اسود. خلاص كده قلبي عندك البيض بالبذور الاربعه، وتقلبيهم تقليب كويس جدا. الحبوب دي بتدينا طاقة وحيوية ونشاط، وجميلة جدا، فيها اوميجا 3 وكالسيوم وفوسفور ومنجنيز والمعادن الأساسية اللي بيحتاجها جسم الإنسان وقت الدايت. وبعدين نجيب معلقتين الجبنة، أي نوع جبنة زي ما احنا اتفقنا بتستخدميه للدايت. أنا مسخنة طبعا البوتاجاز عندي وحاطة عليه من المقلاية. خلاص كده حط عليه المقلاية وحط عليه معلقة ونص زيت زيتون. خلاص احنا ركناهم 5 دقايق، بعد 5 دقايق بتنزليهم تفرديهم بقى كده، وتوزعي الجبنة توزيع كويس. اتأكدي من التوزيع عشان الجبنة تطعم في كل البيت مع الحبوب، وتدينا كده بتبقى حبة حبوب بنزلهم، وتدينا كده طبق بيض جميل وغني بالمعادن والفيتامينات زي ما اتفقنا مع بعض. الاربع حبوب دول في حياتنا رائعين جدا وجمال. جبت عندي بقى الملح المبهر، عشان كده في الاول حطيت بس نص معلقه ملح مع الحبوب الاربعه وربع معلقه فلفل. خلاص كده غطيتهم وحاسبهم بقى يستووا مع بعضهم. هيقعدوا بتاع 7 دقايق وهيطلعوا ما شاء الله مستوية جدا جدا جدا، رائعة ورهيبة رهيبة. والجبنة هتسيح كده، والحبوب سيبناهم 5 دقايق، في 5 دقايق فهيطلعوا مستويين ومش بيقرقشوا، ورائعة وجميلة ورهيبة. يلا تعالوا بصوا معايا كده، بسم الله ما شاء الله، جميل جدا ورائع ورهيب. مش معنى ان انتوا عاملين كيتو وتاكلوا بيض بس عشان خاطر تبقوا بصحة وبعافية وتنقصوا وزنكم، اللي انتوا ما تشكلوش وما تعملوش بشكل جديد. يلا جربوا الوصفة بتاعتنا وقولوا لنا ايه رأيكم في التعليقات، واسفين على التأخير عليكم. بصوا وجبة رائعة وجميلة ورهيبة، وريحتها رائعة جدا.